الفيديو ده قبل ما يبقى للمجال التعليمي فهو لكل بيت في مصر. اللجان الإلكترونية في الثانوية العامة هو طبعا غش أكيد مليون في المية، ودي طبعا يعتبر طريقة غير شرعية في مجال التعليم، أقل إن احنا نتكلم عليه أو نذكره أو نعتبره أصلا مدرس. اللجان الإلكترونية في الثانوية العامة، لما تيجي تتكلم عن اللجان الإلكترونية هي موجودة في كل المجالات، موجودة في الفن وفي الرياضة، إنما تيجي للتعليم يبقى فيها لجان إلكترونية الموضوع يبقى بايخ قوي. طيب هي إيه أصلا اللجان الإلكترونية دي؟ تعال خدها معاك واحدة واحدة. أول حاجة اللجان الإلكترونية في التيك توك، وهي بتنقسم لشقين. الشق الأول إن هي شركة أو شخص بيعمل مثلا بتاع 50 أكونت أو 100 أكونت تيك توك، وكأنهم أكونتات طلبة حقيقيين، وينزل عليهم بوستات بحيث إن هو بياخد مع المدرس ده وان ده اجمد مدرس، وان جبت كتب المدرس ده وعمل لي كذا والواجب بتاعه كذا، ده المحاضره بتاعته رخيصه، ده احسن مدرس في الدنيا. فانت لما تقلب في التيك توك وتلاقي 50 60 واحد بيتكلم عن مدرس انت اول مره تسمع عنه، هتخش تدور عليه. طب هل هو ده صح اصلا ولا ده غش؟ هو طبعا غش اكيد مليون في المية. والاكونتات دي كمان بيستخدموها ان المدرس ده وحش وفيه وبيوقعوا مدرس تاني. وفي الطريقة التانية اللي هي اصلا طلبة كده كده وعندهم اكونتات على التيك توك، بيجي المدرس يقول له انت هتنزل لي على الاكونت بتاعك عشان اكونتك فيه ريتش بوستات وهتاخد في الشهر كذا، ويجمع مثلا 30 40 50 طالب حقيقيين وتخليه ينزلهم حتى لو مش بياخدوا معاه، وده برضه يعتبر غش. طب هل في طلبه فعلا بتنزل للمدرسين حاجه؟ اكيد بوست مره اتنين في السنه كلها، لما كل شويه تنزل بوست للمدرس وان هو اجمد واحد وان انت تحارب حد تاني، فده اكيد مش اكونت طالب. ودي طبعا يعتبر طريقه غير شرعيه في مجال التعليم، واي حد بيعملها هو بجد اقل ان احنا نتكلم عليه او نذكره او نعتبره اصلا مدرس. ده شخص بيتاجر بكل حاجه وما عندوش مشكله في اي حاجه، حتى لو يبيع نفسه يبيع ضميره يبيع دينه، وما عندوش اصلا اي حاجه من دول بصراحه. ده غير اللجان الالكترونيه في التيك توك، اللي هو المدرس مثلا ينزل الفيديو بتاعه او ينزل البرومو بتاعه ويخلي 1000 اكونت يخش يكتب له ايوه يا مستر احسن مستر، الكلام ده كله الكلام الجميل، وهي اكونتات برضه فيك. ودي يعتبر اللجان الالكترونيه في التيك توك كله. طيب نيجي للفيسبوك. الفيسبوك مشابه شويه للتيك توك بس بعيدا عن الاكونتات، بمعنى ان المدرس بينزل البرومو بتاعه او الفيديو بتاعه او الصوره بتاعته، وكل الناس تخش تكتب له عليها اجمد مدرس، والله حضرت معاك، والله كل الكلام ده كذب في كذب. وطبعا في نوع من الاكونتات، اكونتات هتكتشف ان هي فيك، واكونتات عمرك ما هتكتشف انها فيك. الاكونتات اللي هتكتشف انها فيك هتخش هتلاقي ما عندهاش بوستات، مفيش صور، الاكونت برايفت، مفيش اي حاجه، فده اكونت فيك 100%. في اكونت فيك تاني بس هو حاطط صوره فعلا وبيتفاعل فعلا، ودي بتبقى ناس عامله لجان حقيقيه، بمعنى عندهم 20 30 جهاز وفيهم 20 30 شخص قاعد عليه وكل واحد معاه 10 اكونتات، وبيتكلموا بشكل يومي عليه وبينزلوا بوستات وكانها اكونتات حقيقيه. ودي انت كطالب مش هتعرف انها اكونتات فيك. تيجي تخش المدرس ده وتسمعه وتشوف ان انت ما فهمتش حاجه، بس تلاقي 1000 طالب فهم، هتحس ان العيب فيك انت مش فيه هو. ودي طبعا حاجه انت المفروض كمدرس يعني ما تقبلهاش على نفسك، ما تقبلهاش على حد تعرفه، ما تقبلهاش على طلبتك. والنوع التاني في الفيسبوك فهي الجروبات الثانويه العامه، ايا كان اسم الجروب ايه او از كان اسم البيج ايه. الجروب مثلا بينزل اكونت كانه طالب، انا والله حضرت مع فلان وعايز ارجع الكتب عشان ما فهمتش منه، يخش 100 اكونت تاني يقول والله وانا كمان ده حصته طويله، ده مش عارف ايه، ده مش عارف ايه. يبدا الجروب كله يشوف ان فعلا المدرس ده وحش، فمحدش حتى يجربه، واللي شغالين معاه يخافوا ان يكملوا معاه عشان هو وحش وفي ناس تانية اكتشفت ان هو وحش. يبدا الطالب اصلا يشك في نفسه، او ان الجروب ينزل فوت بين اتنين مدرسين، واحد معروف جدا واحد مش معروف خالص، ويبدا يقول اللي هو مش معروف خالص اه والله ده انا خدت معاه واحسن واحد وكويس وجامد. يبدا اللي مع المدرس التاني ده يقولوا ايه ده، هو في مدرس احسن من اللي معانا، طب ما نجربه. يبداوا يروحوا يتجهوا، ولما يروحوا له ويشوفوا فعلا ان هو مش قد كده بس يلاقوا الطلبه كلها بتشكر فيه، هيقولوا برضه العيب فيهم. نيجي لثالث سوشيال ميديا وهي اليوتيوب. تلاقي المدرس نزل الفيديو بتاعه وهو معلوش مشاهدات، معلوش اي حاجه، او يطلع لايف على اليوتيوب ويحط مشاهدات كتيره جدا عشان يشوف المنظر اللي بره ده ان هو عنده 200,000 مشاهده و300,000 مشاهده. فيبدا الطالب يقول ايه ده المدرس عنده نص مليون مثلا مشاهده، طب ما اخش اتفرج عليه ده اكيد كويس، ويخش ويلاقي كومنتات كتيره بتشكر فيه وهي اكونتات فيك. وحتى لو ما فهمش من الفيديو يقول يعني كله فهم وانا ما فهمتش، ويبدا برضه الطالب يشك في نفسه. الفيديو ده قبل ما يبقى للمجال التعليمي فهو لكل بيت في مصر، سواء طالب او ولي امر. ما تخليش ابنك ينساق للجروبات والسوشيال ميديا، وان يعمي نظره الحقيقي وودنه اللي بيسمع بيها المدرس عشان يقول اللي هو شايفه هو الاحسن. يعني ما تصدقش السوشيال ميديا مهما كان اللي فيها، ما تصدقش الرقم، ما تصدقش الكومنت، ما تصدقش اي حاجه. احضر مع المدرس اللي انت عايز تحضر معاه، وجرب مدرس واثنين وثلاثه واربعه وعشره، وشوف مين اللي انت هتفهم معاه وانهي اللي اسلوبه فعلا عجبك، وده اللي تكمل معاه. ما تجريش ورا حد
ما تجريش ورا الساقيه. الناس دي كلها بتدفع فلوس لاجل الحاجات دي صدقني. والكلام للمدرسين ايا كان اللي انت بتعمله والله ما هتكسب منه حاجه، ولو كسبت فانت في ضلال بس. واي حاجه هتتبني عليه فهو ما بني على باطل فهو باطل. عمرك ما هتكسب، ولو كسبت الدنيا مستحيل تكسب الاخره. واللي بتعمله ده حرام حرام حرام، وانك تضلل للناس ده اكبر حرام. فاخيرا ما تجريش ورا اي اسم مهما كان هو اجمد واحد في الدنيا. صدق نفسك بس، يمكن هو فعلا كل الناس بتفهم منه وانت عقليتك مش هتفهم منه. سيبك ان هو فيك او كذاب او اي حاجه، انت فهمت منه كمل معاه. وعشان تتاكد فعلا المدرس ده كويس او لا، بعد ما تخلص الحصه بتاعته حل كتاب خارجي وحل الثلاث مستويات اللي في الكتاب الخارجي. لو فعلا انت بتحل بسهوله وفاهم يبقى المدرس ده فعلا كويس. لو انت ما بتحلش الكتاب الخارجي او بتحل 50% منه بس والاسئله الباقيه لا، او المستويات العليا لا، يبقى المدرس ده ناقصه حاجه. ايا كان اسمه صدقني، ايا كان بيوزع هدايا بيرقص بيغني بيعمل ايا كان اللي كان بيعمله، فهو ما وصلكش اللي انت عايزه، خد منك فلوس وما ادكش اللي المفروض تيجي تاخده بالفلوس ده. طبعا انا مش هفضل اقول للمدرسين اتقوا الله وخلي بالكوا وحرام عليكوا، عشان احنا قلنا الكلام ده كتير، بس عسى ان واحد ربنا يهديه من الكلام اللي احنا بنقوله ده. صدقني والله العظيم الكلام ده حرام وهتسأل عليه وتتحاسب عليه. سيبك من الفلوس، سيبك من الشهرة، سيبك من أي حاجة. هتتسأل عن أعمالك بس ومش هتاخد حاجة معاك، وهي دار الحق. الدنيا دي لعب ولهو بس، وملهاش قيمة وملهاش لازمة، متسواش جناح بعوضة، ما تجريش وراها. صدقني هتندم قسما بالله. مش عارف أقول لك إيه أكتر من كده، بس أتمنى الناس ربنا يهديها. أتمنى أولياء الأمور والطلبة فعلا تبقى فاهمة الصح من الغلط، تبقى عارفة اللي في مصلحتها، ما تتسقش ورا أي حاجة ملهاش أي قيمة. وشكرا ليكم.